هل عمرك حسيت إنك مضغوط من كتر محاولاتك ترضي كل الناس أو إنك لازم تبقى مثالي طول الوقت؟ مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة بيقولك كفاية، مش لازم تهتم بكل حاجة، اهتم بس باللي يستحق. في الفيديو ده هتدخل رحلة ممتعة عبر 13 مبدأ، كل واحد منهم بيغير نظرتك لنفسك وللعالم حواليك، وهتخليك تختار أولوياتك بوعي. وخليني أقولك الأفكار الأساسية في الكتاب. الحياة مليانة معاناة. مشكلتك مش إنك عندك مشاكل، لكن إنك بتختار مشاكل مش مهمة. التركيز على المهم. مش كل حاجة تستحق اهتمامك. لازم تختار القيم اللي فعلا تضيف معنى لحياتك. قول لأ بجرأة. اللامبالاة مش معناها الإهمال، لكنها فن اختيار أولوياتك. الموت هو الحقيقة الكبرى. إدراك إن حياتنا محدودة بيخليك تركز على اللي يستحق فعلا. وكتاب فن اللامبالاة مش مجرد نصائح عابرة، لكنه مجموعة مبادئ قوية بتعيد تشكيل نظرتك للحياة، من مواجهة الألم لتحمل المسؤولية لاختيار القيم العميقة. وكل مبدأ بيكشف لك سر جديد يخليك تعيش بصدق أكتر وتتحرر من ضغط المثالية. المبدأ الأول: لا تحاول دائما أن تكون إيجابيا. مارك مانسون بيقولك إن السعادة مش معناها إنك تهرب من المشاكل أو تعيش في وهم الإيجابية المستمرة. بالعكس، الحياة مليانة معاناة، ومفيش حد بيعيش من غير ألم أو تحديات. الفكرة إنك تختار نوع المعاناة اللي يستحق إنك تتحملها، وتواجه الواقع بدل ما تنكره. خطوات عملية لتطبيق المبدأ: اعترف بمشاكلك. اكتب على ورقة أكبر 3 مشاكل بتواجهك دلوقتي. اسأل نفسك: هل المشاكل دي تستحق اهتمامي فعلا ولا مجرد ضوضاء؟ اختار معاناة لها معنى. لو عايز صحة أفضل، تقبل ألم الرياضة. لو عايز نجاح أكاديمي، تقبل ضغط المذاكرة. توقف عن التظاهر. ما تحاولش تبين إنك سعيد طول الوقت. الصدق مع نفسك أهم من الصورة المثالية. المبدأ الثاني: الألم جزء من الحياة. مارك مانسون بيقولك إن الألم مش حاجة لازم نهرب منها أو نعتبرها عيب في حياتنا. بالعكس، الألم هو جزء طبيعي وأساسي من التجربة الإنسانية. كل إنسان بيعاني، لكن الفرق الحقيقي بين الناس هو في اختيار نوع الألم اللي يستحق إننا نتحمله، وتواجه الواقع بدل ما تنكره. خطوات عملية لتطبيق المبدأ: اعترف إن الألم طبيعي. ما تحاولش تهرب من أي مشكلة، واجهها. اختار ألم له قيمة، زي ألم الرياضة، ألم التعلم، ألم الصدق في العلاقات. غير منظورك. شوف الألم كجزء من النمو، مش كعقوبة. المبدأ الثالث: القيم تحدد حياتك. مارك مانسون بيقولك إن حياتك كلها بتتشكل بناء على القيم اللي بتختارها. لو قيمك سطحية زي الشهرة أو المال أو عدد المتابعين على السوشيال ميديا، حياتك هتكون مليانة إحباط، لأنك بتسعى وراء حاجات مش ثابتة. لكن لو قيمك عميقة زي الصدق والتطوير الذاتي أو العطاء، هتعيش حياة مليانة معنى ورضا داخلي. خطوات عملية لتطبيق المبدأ: اكتب قيمك الحالية. إيه اللي بتعتبره مهم في حياتك دلوقتي؟ قيم نفسك. هل القيم دي سطحية ولا عميقة؟ اختار قيمة جديدة، زي الصدق أو العطاء أو التطوير الذاتي. اربط أفعالك بالقيمة. لو اخترت الصدق، خليه يظهر في كلامك وعلاقاتك. لو اخترت التطوير الذاتي، خصص وقت يومي للتعلم. المبدأ الرابع: المسؤولية. مارك مانسون بيأكد إنك مش دايما مسؤول عن الظروف اللي بتحصل لك، لكنك دايما مسؤول عن رد فعلك تجاهها. يعني ممكن تتعرض لموقف صعب أو مشكلة مش بإيدك، لكن طريقة تعاملك معاها هي اللي بتحدد حياتك. المسؤولية هنا مش معناها اللوم أو العقاب، لكنها معناها إنك تتحكم في اختياراتك وتتحمل نتائجها. خطوات عملية لتطبيق المبدأ: اعترف بمسؤوليتك. في أي موقف اسأل نفسك: إيه اللي أقدر أعمله دلوقتي؟ توقف عن اللوم. ما تلومش الظروف أو الناس، ركز على اللي بإيدك. اتخذ قرار واعي. حتى لو الظروف صعبة، اختار رد فعل يخدمك. حول المسؤولية لقوة. شوف كل تحدي كفرصة تثبت إنك قادر تتحكم في حياتك. المبدأ السادس: الموت يحررنا. مارك مانسون بيعتبر إن إدراك حقيقة الموت هو أهم نقطة تحول في حياتنا. إحنا غالباً بنعيش كأننا خالدين، بنجري وراء أهداف سطحية، ونضيع وقتنا في مقارنات أو مشاكل صغيرة. لكن لما نستوعب إن حياتنا محدودة، بنبدأ نركز على اللي يستحق فعلاً، ونعيش بصدق أكبر. الموت مش نهاية فقط، لكنه تذكير قوي إن الوقت قصير، وإننا لازم نختار معاركنا بحكمة. خطوات عملية لتطبيق المبدأ: تأمل في محدودية الوقت. خصص وقت يومي تفكر فيه إن حياتك محدودة، مش عشان تخاف، لكن عشان تركز.
اسأل نفسك، لو كان عندي سنة واحدة بس أعيشها، إيه اللي هركز عليه؟ قلل من الضوضاء. المشاكل الصغيرة أو آراء الناس مش هتفرق في النهاية. اعمل اللي له معنى. ركز على علاقاتك وقيمك وأهدافك اللي فعلا بتدي لحياتك قيمة. المبدأ السادس، قول لأ بجرأة. مارك مانسون بيأكد إن اللامبالاة مش معناها الإهمال أو إنك تبقى سلبي، لكنها فن إنك تختار أولوياتك بوعي. يعني مش كل حاجة تستحق اهتمامك، ومش كل الناس لازم ترضيهم. لما تقول لأ بجرأة بتدي نفسك فرصة تركز على اللي فعلا مهم ليك. خطوات عملية لتطبيق المبدأ. حدد أولوياتك. اكتب أهم 3 أهداف في حياتك دلوقتي. اقيم الطلبات. أي طلب أو مهمة جديدة اسأل نفسك، هل بتخدم أهدافي؟ لو لأ، قول لأ. مارس الرفض تدريجيا. ابدأ بمواقف صغيرة زي رفض دعوة مش مهمة أو مهمة مش ضرورية. استخدم لغة محترمة. قول لأ بأسلوب محترم لكن ثابت، زي آسف مش هقدر أساعد دلوقتي لأني مركز في مشروعي. المبدأ السابع، الوعي بالحدود الشخصية وقبولها. مارك مانسون بيأكد إن جزء كبير من معاناتنا بيجي من إننا بنحاول نتجاوز حدودنا أو نتظاهر إننا نقدر نعمل كل حاجة. الحقيقة إن كل إنسان عنده حدود في قدراته وفي وقته وفي طاقته. الوعي بالحدود مش ضعف لكنه قوة، لأنه بيخليك تختار معاركك بذكاء وتعيش حياة أكثر واقعية. خطوات عملية لتطبيق المبدأ. اعترف بحدودك. اكتب المجالات اللي فعلا عندك قوة فيها والمجالات اللي مش ضمن قدراتك. توقف عن المقارنة. ركز على نفسك بدل ما تقارن حياتك بالآخرين. استعن بالآخرين، مش لازم تعمل كل حاجة بنفسك. اطلب المساعدة أو تعاون مع ناس عندهم خبرة. ركز على نقاط قوتك. استثمر وقتك في اللي بتعمله كويس بدل ما تضيع وقتك في محاولة إرضاء الجميع. المبدأ الثامن، إدراك أنك لست مميزا كما تظن. مارك مانسون بيكسر واحدة من أكبر الأهوم للتنمية البشرية التقليدية، الفكرة إن كل شخص مميز بشكل استثنائي. الحقيقة إن معظم الناس عادي جدا، وده مش عيب. إدراك إنك مش مميز بيخليك تتحرر من ضغط المثالية، وبيخليك تركز على حياتك الواقعية بدل ما تعيش في وهم إنك لازم تبقى الأفضل في كل شيء. خطوات عملية لتطبيق المبدأ. اعترف بعاديتك. تقبل إنك مش لازم تبقى الأفضل في كل حاجة. اختار قيم عميقة زي الصدق أو التطوير الذاتي بدل السعي وراء التميز السطحي. قلل من المقارنات. ما تقارنش نفسك بالآخرين طول الوقت، ركز على رحلتك الخاصة. ابني حياة واقعية. استثمر وقتك في علاقاتك وصحتك ونموك الشخصي بدل مطاردة وهم التميز. المبدأ التاسع، الحقيقة المؤلمة أفضل من الوهم المريح. مارك مانسون بيأكد إن كتير من الناس بيعيشوا في أهوم عشان يهربوا من مواجهة الحقيقة، لكن الحقيقة مهما كانت صعبة أو مؤلمة هي الطريق الوحيد للنمو والتغيير. الوهم ممكن يريحك لحظة لكنه بيحبسك في مكانك، أما الحقيقة فهي اللي بتفتح لك باب الحرية. خطوات عملية لتطبيق المبدأ. واجه نفسك. اسأل نفسك بصدق، هل أنا عايش في وهم؟ اكتب الحقائق. اكتب على ورقة أكبر 3 حقائق مؤلمة في حياتك دلوقتي. اقبلها، ما تحاولش تنكرها. القبول هو البداية. اتخذ قرار. بعد القبول قرر إيه اللي لازم يتغير. المبدأ العاشر، الفشل طريق النجاح. مارك مانسون بيأكد إن الفشل مش نهاية الطريق، لكنه جزء طبيعي وأساسي من رحلة النجاح. كتير من الناس بيخافوا من الفشل وبيهربوا منه، لكن الحقيقة إن كل إنجاز كبير بدأ بمحاولات فشلة. الفشل هو اللي بيعلمك وبيثقل شخصيتك وبيخليك أقوى. خطوات عملية لتطبيق المبدأ. غير نظرتك للفشل، شوفه كدرس مش كوصمة. حلل أخطائك. بعد أي فشل اسأل نفسك، إيه اللي اتعلمته؟ جرب تاني. النجاح مش بيجي من أول محاولة، لكن من المثابرة. شارك تجربتك. لما تحكي عن فشلك بتلهم غيرك وبتتعلم أكتر. المبدأ الحادي عشر، الشك طريق اليقين. مارك مانسون بيأكد إن الشك مش ضعف، لكنه أداة قوية بتخليك تبحث عن الحقيقة وتبني يقين واقعي. كتير من الناس بيخافوا من الشك وبيعتبروا إن لازم يكون عندهم إجابات نهائية لكل حاجة، لكن الحقيقة إن الشك هو اللي بيخليك تتعلم وتجرب وتكتشف. من غير شك مفيش نمو. خطوات عملية لتطبيق المبدأ. اقبل الشك، ما تخافش منه، شوفه كجزء طبيعي من رحلة النمو. اختبر أفكارك. أي معتقد عندك اسأل نفسك، هل ده فعلا صحيح؟ ابحث عن الأدلة، ما تاخدش أي فكرة كمسلمة، دور على دليل يدعمها أو ينفيها. حول الشك ليقين. بعد البحث والتجربة هتلاقي نفسك وصلت ليقين أقوى وأكثر واقعية. المبدأ الثاني عشر، الاعتراف بالجهل قوة وليست ضعفا.
مارك مانسون بيأكد إن كتير من الناس بيحاولوا يظهروا إنهم فاهمين كل حاجة أو عندهم إجابة لكل سؤال، لكن الحقيقة إن الاعتراف بالجهل مش ضعف، بالعكس هو بداية الحكمة. لما تقول لا أعرف بتفتح لنفسك باب للتعلم وبتكسب احترام الآخرين لأنك صادق. خطوات عملية لتطبيق المبدأ: توقف عن التظاهر، لو مش عارف حاجة قولها بصراحة. حول الجهل لفرصة، استخدم لا أعرف كبداية للبحث والتعلم. اسأل أسئلة ذكية، بدل ما تدعي المعرفة اسأل أسئلة تفتح باب للنقاش. شارك الآخرين، الاعتراف بالجهل بيخلق بيئة عمل أو حياة أكثر صدقاً وتعاوناً. المبدأ الثالث عشر: تقبل عدم اليقين والاعتماد على الحدس. مارك مانسون بيقول إن الحياة بطبيعتها غير مؤكدة ومليانة مفاجآت لا يمكن التنبؤ بيها. كتير من الناس بيحاولوا يسيطروا على كل التفاصيل أو يتوقعوا كل النتائج، لكن ده مستحيل. الحكمة الحقيقية هي إنك تتقبل عدم اليقين وتثق في حدسك وتجاربك اللي بتوجهك وقت القرارات الصعبة. خطوات عملية لتطبيق المبدأ: اعترف بعدم اليقين، تقبل إنك مش هتعرف كل حاجة قبل ما تبدأ. ثق في حدسك، لما تواجه قرار صعب اسمع لصوتك الداخلي المبني على خبراتك السابقة. جرب وتعلم، حتى لو النتيجة مش مؤكدة، التجربة نفسها هتضيف لك خبرة جديدة. قلل من الخوف، ما تخليش عدم اليقين يمنعك من التحرك. الخوف طبيعي، لكن الحركة هي اللي بتخلق فرص. لو وصلت لحد هنا فانت فعلا مهتم انك تعيش حياة اكتر صدقا واقل ضغطا. كتاب فن اللامبالاة مش مجرد ملخص، لكنه فلسفة حياة. اشترك في القناة وفعل الجرس وخليك متابعنا عشان نكمل مع بعض رحلة الكتب اللي بتغير حياتنا.